جدا لو بتشوف الفيديو ده قبل ما يتمسح، لان بنسبة كبيرة المنصة ممكن تمسحه، وده بسبب ان اللي هقولهولك في الفيديو ده انت عمرك ما سمعته في حياتك قبل كده. ما سألتش نفسك ابو الاصدقاء قبل كده ليه العالم كله بيخاف من روسيا؟ ليه الدولة دي الوحيدة اللي لو امريكا فكرت تكلمها العالم كله هيتدمر؟ وليه الامريكان بيقولوا ان روسيا عندها آلة يوم القيامة؟ شهاب انت هتكفر يا ابني ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابو الاصدقاء ما تحكمش عليا، ده مش كلامي، ده كلام المقالة اللي نزلتها نيويورك تايمز سنة 93، واللي كان كاتبها الباحث بروج بلير، واللي قال ان روسيا عندها نظام سمى النظام ده بآلة يوم القيامة. ايه يا شباب النظام ده؟ لو امريكا بكره الصبح قررت انها تهجم على روسيا وتضربها بالنووي وقتلت كل البني ادمين اللي موجودين في روسيا، انت فاكر ان الموضوع هيخلص لحد هنا؟ روسيا عامله نظام اسمه ذا ديد هاند او اليد الميته. النظام ده روسيا رابطه بيه كل الصواريخ النوويه اللي عندها، واللي عددهم 4500 صاروخ نووي، والنظام ده رابطينه باجهزه استشعار ودافنينها تحت الارض، واجهزه الاستشعار دي بتقيس كل دقيقه عوامل معينه زي درجه الحراره والزلازل والانفجارات والاشعاعات النوويه. في حاله ان قراءات الاجهزه دي شمت بس اي هجوم نووي على روسيا، النظام بتاع اليد الميته بيشتغل وبيكون جاهز لاطلاق 4500 راس نوويه على اوروبا كلها، الا في حاله ان مركز القياده اللي موجود في موسكو عطله. الخوف بقى كله لو مركز القياده ما عطلوش، لان لو ما تعطلش خلال 30 دقيقه النظام هيبدا يشتغل بدون اي تدخل بشري، وهيتضرب 4500 صاروخ نووي على امريكا ودول غرب اوروبا. ولو مش فاهم كميه الصواريخ دي ممكن تعمل ايه، فالكميه دي قادره تنسف قاره اوروبا كلها في اقل من ساعه. بس بقى الحوار كله في ان النظام ده مين عمله وعمله ازاي. لو بقى عاوز تعرف التفاصيل دي فهتلاقي الفيديو الكامل في قناتي على يوتيوب. بس يا اصدقاء وكالعاده انت عارف بقى